السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهاردة ان شاء الله عايزين نشوف لو هعمل خدادية يكون من هنا في حاجة مدورة ومن هنا في حاجة مدورة، يعني قطعة كده هنحطها عليها مدورة تدي منظر بس. طيب الفكرة في الفيديو ان احنا عايزين نعرف بندور ازاي الشكل. يعني انا عندي خدادية اهي، عايزة الحتة دي كده تبقى مدورة من هنا كده. انا بلفها ازاي؟ اول حاجة لازم يبقى المقاس ده قد ده بالظبط. مثلا انا هاخد المساحة 35 في 35، لازم دي قد دي بالظبط. ايا كان المسافة اللي احنا هناخدها هناخد بس انا بعمل بالمسطرة دي عشان دي معرفتش الفها لكم. بصوا بعمل كده، بعلم هنا على المقاس اللي انا عايزاه واقوم لفة كده واعلم والف كده واحط نقطة، يعني كل لفة اعمل عليها احط ايه نقطة كده، بحيث المسطرة من هنا ما تتحركش، من عند البوزة من هنا ما تتحركش، من عند السبعة دي اللي هي المربع دي لازم تبقى ثابتة. واعمل كده اتحركت اقوم عدلاها واقوم عاملة علامة وامشي كده لحد الاخر. دي المسافة دي هتلاقيها قد دي بالظبط. بعد كده اقوم موصلة النقط دي كده ببعضيها بالمقص، اقص على طول او بالنقط كده مثلا ايه عشوائي كده اقوم ايه موصلاها كده. ادتني الدايره دي كده مظبوطه. هقوم قصه الدايره دي كده بسم الله، امشي على النقط بالظبط. لو جيتوا عملتوها كده حطيناها كده على بعضيها هتلاقوها، بصوا اهي من هنا مظبوطه، من هنا يعني في حاجات بسيطه كده عايزه تتظبط اقوم ايه مظبطاها بس كده. كده بقت عامله زي القرطاس اهي. بحطها كده على الخداديه، بتبقى واحده من هنا وواحده قصادها من الناحيه التانية. انا عايزه الشكل ده على الخداديه. ممكن احط من هنا فيونكه، يعني هي دي طول الخداديه 75، دي كده بالظبط 75 وهي بالمنظر ده. يعني ممكن هنا اجيب فيونكه كده مثلا، طبعا فيونكه اصغر من دي، وبقوم حطها هنا هتدي شكل لطيف وشكل مختلف. وهنا دي هتتشبك في الخداديه، تتقفل مع الخداديه، ودي هنثبتها على وش الخداديه ممكن بالجبير، يعني نتني كده الطرف بتاعها ونحط عليها جبير ورد. هوريكم برضو شكلها بعد ما خلصناها. ممكن الجزء اللي اتبقى ده بعد ما خدت الدايره دي ده اعمله فيونكات للي انا عايزاها. يعني انا عايزه فيونكات من هنا. الفيونكه دايما لو كل ما بتبقى عريضه بتبقى اشيك، يعني مش طويله طول، لا عريضه عرض. فانا لو خدت الجزء ده، انا كده كده الجزء ده كنت هرميه، فلما ناخده ونظبطه كده الحته دي بقصها عشان الحته دي برسل، دي برسل. فلو خدنا كده دي مثلا اهي الخداديه، ودي الخداديه الناحيه التانية، او ممكن احطهم قصاد بعض. يعني بصوا بالشكل ده يبقى واحده فوق كده وواحده تحت، اي شكل يعجبك. وفي النص هنا اهو حاطه الفيونكات دي اللي هي اساسا طلعت منه، يعني انا ما قصيتهاش مخصوص. الفيونكات دي كل ما بتعمليها، يعني مثلا لو دي هي الطويله ودي هي القصيره، لما بعمل العريضه كده بتبقى احلى. كل ما كانت الفيونكه صغنونه كده بيبقى شكلها احلى، احسن من ان انا اعملها كده طويله طول. لما بتبقى عريضه صغيره في الطول كده وعريضه احلى ما تبقى رفيعه وطويله. هنقفل الخداديه دلوقتي. ادي الفيونكات، هوريكم الفيونكات الاول عملناها ازاي. ادي القطعتين اهم بتوع الخداديه، هنقفل خداديه واحده. الفيونكه بيكون شكلها كده. دي الفيونكه اللي احنا شلناها من بواقي القماش اللي احنا قلنا عليه، واحنا بناخد الدورانه، يعني طولها 15 سنتي في 12، 15 في 12 بنعملها اوفر من الاربع جناب، وبنيجي عند الجنب العريض ده ونتنيها كده على الظهر، نتنيها كده ونتنيها كده ونخيط من هنا ونخيط من هنا، وبعد كده بنرجع نعدلها. بسم الله. طبعا احنا لو معانا اكتر من فيونكه بنخيط الفيونكات كلها مع بعض
وبنخيط من الناحيه التانية. طبعا احنا لو بنعمل اكتر من فيونكات ما بنعملهاش يعني ناحيه ناحيه، ما بنعملش الناحيه دي ونرجع نعمل الناحيه التانية. بنعمل كله جنب واحد، يعني كله مثلا الجنب ده ونرجع ناخد الجنب التاني. نعدل الفيونكه كده، نفتح البوزه دي اللي هي اللي عند الخياطه دي، نفتحها كويس كده. ادي الفيونكه، انا عايزه الفيونكه صغيره يعني مش كبيره، فهو ده الحجم المناسب ليها كده اهو. بصوا الحته دي عامله ازاي. انا ممكن ايه بظهر المقص كده او بمفك واقوم مفتحاها كده. دي بقى هنكشكشها من هنا بالشكل ده، ونحط لها ورده في النص عشان تحبسها ونركبها. دي بالنسبه للفيونكه. بالنسبه لدول انا هاخد واحده هركبها بالشكل ده كده هنا، وهركب واحده قصادها من الناحيه التانية. المربع ده سهل، يعني المربع ده لما باجي اركبه ده كده كده بخيطه دغري على طول، ما فيهوش اي حوارات ولا اي حاجه. فبثبته وبعد كده برجع اخد الدوران ده خياطه. بسم الله. بثبت ده الاول خياطه عاديه خالص ما فيهاش اي حاجه، واجي قبليها كده بشويه واقوم ايه منزله الابره واقوم واخده الجنب التاني. طبعا اريح دي خالص، يعني ما اقعدش ايه اشد فيها، لازم دي اظبطها. يعني لو هنا مثلا في حته زياده من دي من القص، في حته ناقصه دي من القص، المهم ان انا بظبط دي كده بحيث تيجي كده مظبوطه، ما تبقاش لمه ولا شده ولا زياده ولا ناقص. في حاجه من الاتنين، ان انا ممكن اجي هنا دي اعملها اوفر على الداير كده واقوم حطاها كده واقوم مركبه عليها الورده على طول، او ان انا اثبتها الاول وبعد كده اقوم مركبه الورده عليها. الافضل لو انت مثلا ما عندكيش اوفر او مش في امكانك ان انت تثبتيها الاول تعمليها اوفر، فبنتنيها كده. بصوا تانية صغنونه خالص كده، وبقوم واخداها لفه طول ما انا ماشيه بلف بتني كده تانية صغيره خالص، بحيث تبقى التانية كلها نفس المقاس، عشان ما تبقى ما تبوظش الدايره بتاعتي اللي انا عاملاها، الدورانه اللي انا عاملاها ما تبصش. وانا بلف كده طبعا ايدي هنا عشان دي ما تطبقش معايا، ما تبقاش مكلكعه، او اشد دي جامد تبقى زياده، لان انا عايزه احط الاتنين على بعض. تانية صغيره كده سنه سنه. عارفين فكرتنا باللي بنركبها بالابليكه، نفس الحكايه، نفس الدوران بتاعها. اخدها كده على الداير. طبعا يفضل ان انا اعملها اي دوران الفه كده اكون منزله الابره. يفضل ان انا اعملها بالاوفر اسهل، بس فرضا ان انا ما عنديش مكنه اوفر يبقى انا بعملها كده احسن. بسيب لها وانا بخيط حته من هنا وحته برده من هناك من الناحيه التانية عشان اتنيها كده، اتني الجزء ده والجزء ده كده. خلاص خلصت اهي. حافظت على الدورانه دي زي ما هي. طبعا الورد هيداري الحاجات دي كلها. عايزه اعرف اذا كنت مركباها صح ولا غلط. بصوا من ورا كده هتلاقي ان هنا مش معبعبه كده، او مش تلاقيها قبه، لا تلاقيها مرتاحه كده. احنا ركبناها من الناحيه دي، هنركب الناحيه التانية بنفس الفكره بالظبط. هنحط دي كده وبرده نفس الحكايه. هنخيط المربع ده الاول ونرجع ندور. واحنا بنخيط المربع ده يعني ما بنخيطوش من الاول خالص، نسيب حته صغيره
الحته اللي انا هتني بيها دي، واخيط كده على طول نفس اللي عملته في اللي فاتت بالظبط. قبل الاخر بشويه اقوم منزله الابره كده واقوم لفه واقوم مخيطه دي كده. انا ثبت حته الدورانه دي. اجي بقى هنا قبل الاخر بشويه واقوم تانياها كده واسيب الابره نازله عليه واقوم لفه دي كده واتني بقى حته صغيره وافضل ماشيه مع الدورانه، امشي معاها كده. بصوا اتنيها حته حته، وكل لما اجي امشي كده معاها لازم الابره تبقى نازله لتحت عشان ما تجريش مني. خدوا بالكم الحاجات الصغيره دي عشان تطلع الحته دي مظبوطه معاكم بنفس الشكل كده. هي حته صغيره خالص. لقيتها هتلف مني بقى رافعه كده الدواس ومريحاها واقوم واخده التانيه بتاعتي. بصوا من هنا عملت ايه، مع انها ارتاحت من هنا اهي وكل حاجه ومظبوطه، بس من هنا راحت عملت الحته دي عادي. او مفكها كده سنه واريحها خالص، افكها الحته دي بالمقص. يعني الناحيه التانيه ما عملتش كده، بصوا الناحيه دي هي اللي عملت كده. افك الحته الصغيره دي اهي واريحها. طبعا الابره تبقى نازله لتحت، واقوم واقفه هنا كده والف القماش واقوم مخيطاها. اي زياده بقى، الزيادات دي هتتشال كلها واحنا بنقفل الاوفر، يعني واحنا لسه هنركب كورنيش حوالين داير كل ده هيتشال. حتى لو ما قصيتوش دلوقتي هيتشال واحنا بنركب الكورنيش حوالين داير. دي بقى شكلها. هنيجي بقى كده ونقوم مركبين الفيونكه. باخد ورده، ده الورد، بقوم قصه ورده كده، ورده واحده، واقوم ماسكه الفيونكه كده اعملها من هنا مش كده، مش العكس. يعني اجي من هنا من الطرف ده واقوم عاملاها كده واقوم تانياها كده، بحيث برضو الناحيه التانيه تبقى لجوه، يبقى كله لجوه من هنا ومن هنا لجوه. حاجه بسيطه بس بتفرق في التقفيل. وبقوم حاطه الورده دي كده عليها، وبقوم واخداهم كده التلاته الاتنين دول، وبقوم حطاها كده في النص بالظبط، واقوم مخيطاها في النص دي. طبعا انا مش هحطها في النص من فوق لان انا كده كده هركب الكورنيش وهقفل الخداديه، فهنزل بيها لتحت شويه. يعني انزل بيها كده مثلا، اراعي طبعا ان انا هركب ورد هنا وهركب ورد هنا، فاسيب مساحه للورد اللي هيركب، فاقوم نازله بيها كده شويه لحد هنا مثلا. يعني ممكن انزل بيها 15 سنتي، وبقوم حاطه الورده كده وبقوم مخيطه. اخيط اثبتها، يعني اعمل فورماتوره، اخيط الاول كده رايح، وبعد كده اقوم ايه راجعه تاني طبعا بالخيط الابيض. خلاص كده خلصتها اهي، ده شكلها. اجي من هنا برضو نفس الحكايه، اقوم مخيطاها كده ومخيطاها كده، بس طبعا مش هخيطها بالابيض، يعني هي فيها غلبه شويه في تغيير الخيوط، بس انا عشان حطيت الابيض هعمل بيه حبست بيه الفيونكه، وبعد كده هخيط بيه الورد ده. وبعد ما اعمل الورد واعمل الفيونكه ارجع احط الخيط الاخضر تاني عشان اركب الكورنيش حوالين داير. وانا بركب الكورنيش حوالين داير ابقى عامله الحتتين دول معايا، اثبت دي من هنا واثبت دي من هنا عشان مع الغسيل ما تتشلش او ما تتبهدلش او ما يبقاش شكلها عامل كده وتتكرمش، يبقى تفضل مفروده على طول. حاجات صغيره بس بتفرق جامد في الفرش، يعني حاجات مش هتاخد منك انت حاجه، بس بالنسبه للغسيل وفرش الحاجات دي بتتعب. بمسك الجبير كده، طبعا الجبير ده سهل جدا في تركيبه لان مش مفيهوش اي حاجه، بس
بنحطه كده. بسيب هنا مسافة عشان لما اجي اركب الكورنيش حوالين داير، وبقوم او لما اجي اقفل برضو الخداديه وبقوم مركبه الجبير. ممكن تركبي الجبير ده بعد ما تخلصي خالص، يعني بعد ما تخلصي تركيب الكورنيش حوالين داير تقومي مركبه الجبير. بريح الجبير خالص وبقوم حاطاه كده بحيث نصه يبقى جوه ونصه بره. ما بشدش الجبير عشان لو شديت الجبير بصوا بعمل له ايه، يعني قبه بسيطه كده عشان ما يبقاش شكله وحش معايا. في الدورانات دي بقى مريحاه جامد كده، ما اجي في الدورانات او مريحاه لحد هنا، واجي عند الورده دي واقوم قصاها، واسيب برده هنا لتركيب الكورنيش واعمل فورماتوره. دي كده الجبير خلص الناحيه دي. الناحيه التانيه هتبقى نفس الحكايه برده، هركب جبيره بنفس الشكل. ادي ده شكلها. هنيجي بقى نركب الكورنيش حوالين داير. هنبدا تركيب الكورنيش من هنا، من الناحيه دي. طبعا الكورنيش احنا بنعمل له دورانه كده حلوه، ما بنركبش الكورنيش قفل الحتتين على بعض زي ما كنا بنعملها زمان. وبرده قلنا فيديو قبل كده لتركيب الكورنيش، بس اقوله لكم تاني. ببدا من هنا، من عند البرم هنا، طبعا ده على الظهر، وبقوم حاطه كده، يعني ده الظهر الوش للوش وده الظهر ليا. بثبت الكورنيشه الاول، بعمل فورماتوره. ممكن ما تعملهاش لان انا كده كده هجيب عليها خياطه. بكشكش دي كده بايدي عشان اوصل لهنا، اخلي دي كده. فطبعا لو خليت دي كده وانا بادئه من هنا، بصوا بتيجي شده كده جامد، فبقوم مكشكشاها كده عشان تيجي لي لفه ودورانه ومش شده جامد، لحد ما اوصل للكورنيش ده واقوم شغاله عادي خالص. اقعد اخيطه لحد لما اوصل للاخر. هوريكم بقى في القفله بنقفلها ازاي. قبل هنا دي بقى برضو تكايه لازم تاخدوا بالكم منها. لما باجي بوصل لهنا بنزل الابره وبقوم لفه القماش معايا، ما بلفش والابره مش نازله. لو لفيت والابره مش نازله بيلف معايا هنا في الزاويه، ما بتدينيش تربيعه كده، التربيعه الحلوه دي اللي هي بتريح حتى واحنا بنركب الظهر عليها. بصوا تيجي كده مرتاحه، الحرف ال ده بيجي كده مرتاح. ممكن تزودي كرنشه هنا زياده لو محتاج، انما لو الكورنيش حلو خلاص بمشي كده عدل. بصوا هنا في الزاويه دي بتزودي كده حته صغيره عشان ترمي معاكي في الدوران، بس هو ده اللي انت بتعمليه في الزاويه كده. انا خلاص وصلت للاخر اهي، دي اولها. انا كده قربت اوصل لها، فبعمل ايه في الحته اللفه دي؟ بجيب كده الكورنيشه اهي، دي اولها اللي انا عملتها. بجيب الكورنيشه كده وبقوم حطاها هنا عادي خالص لحد البدايه اللي انا ابتديت بيها الكورنيشه. بعد كده اقوم لفه الكورنيشه دي نفسها، الفها كده لان انا هخيطها من هنا. بصوا ادتني شكل دورانه كده وكده شويه. بزود القماش شويه كده بس، وبقوم عامله فورماتوره هنا وخلاص على كده، واقوم قصه الزيادات دي كلها بحيث لما تيجي تقلبيها كده بصوا بتديكوا دورانه كده وكده. هاجي في الجزئيه دي اللي هي بتاعت الفيونكه اللي قلت لكم عليها، هدخل كده الحته دي كده لجوه اللي هي الاوفر اللي باينه من الظهر، واقوم مخيطه دي. طبعا غيرت الخيط عشان يبقى نفس اللون. بعمل فورماتوره، لازم الفورماتوره هنا عشان الفيونكه ما تفكش، لازم. واقوم ماشيه مع دوران الفيونكه، مش مشكله توصلي لاخرها، بس اهم حاجه تعملي فورماتوره، دي اهم حاجه. هنا نفس الحكايه، بقوم ماشيه كده نفس الكلام، بعمل فورماتوره كده واقوم مدخله الجزئيه دي لجوه، واجي هنا واقوم عامله فورماتوره برده في الاخر. بصوا الخيوط متلعبكه كده في بعضيها، بتقصيها. انا بس مجرد ان انا بثبت الفيونكه من هنا ومن هنا. وباجي هنا في الظهر نفس الكلام، بقوم منضفه الخيط مكان ما عملت، عشان اللي بتكيس مش هتشوف اللي ورا ده، فلازم شغلك يبقى نظيف. بصي لو في اي فتله بتشيليها،
ده بيبقى شكلها، وهوريكم شكلها برضو على الخدادية. يا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.